بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كل غدر وقول إفك وزور هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أنمر بترك المسير. حط رحل السرى على غير ماء وكلا بالفلاة وحر هجيري. أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجل ديجوري. وبلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير. فرق آخذا بكف علي منبرا كان من حدوج وكور. ودعا والملا حضور جميعا غيب الله رشدهم من حضوري. إن هذا أميركم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. أسرعوا حين غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير. عدلوا عن أبي الهداة الميامين إلى بيعة الأثيم الكفور. قدموا الرجس بالولاية للأمر على أهل آية التطهير. ولكن لست تدري لم أحرقوا الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري ما صدر فاطمة ما المسمار ما حال ضلعها المكسور. ما سقوط الجنين ما حمرة العين ما بال قرطها المنثور. دخلوا الدار وهي حسرة بمرأ من علي ذاك الأبي الغيوري. واستداروا بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قود الأسير.
يا حامل جار بيك ايش صار للزهرة ما تحميها، تبكي وتنخى وتسمع بواكيها ونواخيها، للزهرة ما تحميها يا حامل جار بيك ايش صار، سيفك شلت حدوده يوم فريت يا كرار، يوم القوم جو ليكم وجوا بابكم بالنار، والزهرة تدافعهم ما تنغر يواليها. كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. قصيدة عصماء ومباركة وفيها بيتين للإمام المنتظر. من قائلها؟ قائلها السيد باقر الهندي الموسوي رضوان الله عليه، أحد أكابر العلماء اللي أبوه أيضا شاعر وعالم اسمه سيد محمد الموسوي الهندي، وأخوه الأصغر سيد رضا الهندي صاحب الكوثرية اللي تقرأ دائما، الكوثرية سيد رضا الهندي دائما قصائده تقرأ على المنبر في عزاء أهل البيت سلام الله عليهم. يذكرون العلماء سبب، طبعا متوفي قبل 80 سنة سيد باقر الهندي قائل هالقصيدة. ليلة من الليالي هذا السيد الجليل بالمنام رأى الإمام المنتظر، واللي يشوف المعصوم رواية عن الصادق من رآنا فقد رآنا لأن الشيطان لا يتشبه بنا. سيد عالم ويشوف الإمام صاحب العصر بالمنام. يسأل السيد، يسأل من صاحب العصر، يقول له سيدي كيف حالك؟ يسأل عن أحواله. الإمام يجاوب ببيتين من الشعر. البيتين شنو؟ يقول له لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. لا تراني اتخذت لا وعلاها، منه هي؟ يعني جدتي فاطمة. لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. ما عندي بيت سرور، أنا أحزان دائمة. زين، قعد من الصبح حافظ هذا البيت واللي بعده حافظه من لسان صاحب العصر. قاعد يفكر بيت الأحزان شنو ومتى وجد ولماذا وجد. يفكر بجذور المطلب. بيت الأحزان لما كانت السيدة فاطمة سلام الله عليها تبكي ليلا ونهارا في بيتها لما أصاب أمة جدها أمة أبيها رسول الله. اجوا شيوخ المدينة قالوا له العلي بن أبي طالب سلام الله عليه، قالوا له قل لفاطمة إما تبكي ليلا وتسكت نهارا أو تبكي نهارا وتسكت ليلا. جاء إليها وقال لها شيوخ المدينة يقولون كيت. قالت لا والله، كسروا ضلعي صبرت، أسقطوا جنيني صبرت، يريدون أن يمنعوني من البكاء، لا والله لا أترك البكاء. فاضطر أمير المؤمنين يدعها في المنزل ليلا تبكي، وكان يخرجها إذا طلعت الشمس. وين يطلعها؟ يطلعها بالبقيع. البقيع نصه مدفن ونصه مزرعة للمواشي للأغنام، أعشاب وهذا يأكلون الحيوانات. يجيبها تحت ظل شجرة يخليها حتى هاي الوديعة لا تصهر حرارة الشمس، شمس الحجاز ورمضاء الحجاز الملتهبة. يجيبها يخليها تحت شجرة. شو اسمها الشجرة؟ شجرة الأراك. شنو هاي شجرة الأراك؟ شو تنتج؟ تنتج المسواك. هذا المسواك اللي يجيبوه من المدينة من هاي الشجرة، شجرة الأراك، من هالنوعية. هذا المسواك هو يبي منافع كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أني أنظر إلى المسواك مضمون الرواية ما فيه من منافع لأوجبته على أمتي.
لأن به مواد أحسن من الفرشة وأحسن من المعجون. ثبت علميا بأن به مواد أفضل من المعاجين الأخرى والفرشة. مسواك هواية مهم، به ثواب عظيم، يخليها تحت ظل تلك الشجرة اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. جابها أمير المؤمنين لقى الشجرة مقطوعة. هذا شيء يعني ما يرجون بسيرة النساء تقعد تحت ظل، لأن صوتها يخوفهم، بكاء يخوفهم. أحيانا أكو صرخة وأكو دمعة تهدم عروش، تحط كيانات. هي منو تبكي؟ تبكي بنت رسول الله. يخافون نتيجة البكاء شنو يصير مردود خطير عليهم. هل الذي قطعوا الشجرة، هل الشيخ صالح الكوازي يقول والقاطعين أراكة كيما تقل بظل أوراق لها وغصون. هنالك بنى أمير المؤمنين بنى لها بيتا مؤخرة البقيع. شنو سماه البيت؟ سماه بيت الأحزان. تتذكرون قبل 50 سنة 40 سنة كنا نروح وراء البقيع في المسافة بين النخيل وننتهي إلى بيت الأحزان. أنا أتذكر كثيرا ما قارئ أنا ببيت الأحزان، سماعة يدوية وأقرأ. كثيرا ما يسألوني يقولوا لي شنو متين قراية تعزية، نقرأ بيت الأحزان. ظل مدة هناك، هدموه سووا مسجد أظن قبل 20 سنة سووه هناك. حتى المسجد هم هدموه خلاص. أثر البيت الأحزان لسيدة النساء ما يريدون يخلوه أبدا. بتنتهي يعني المصيبة وينسى. لا أحباء الزهراء أحباء أهل البيت لا ما ينسوا هذا بيت الأحزان. في كل قلب موالي بيت الأحزان. بيت الأحزان بقلوبنا. نعم، نبكي لبكائها، نحزن لحزنها. رحم الله شيعتنا أنهم خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا الحمد لله حاصل، كل واحد بقلبه يدري شنو بقلبه. نفرح الفرح. مجتمعنا هذا اليمن غير حاضرين نحزن لحزنهم. لماذا نجتمع هذا الاجتماع؟ ومثل هذا الاجتماع ملايين الاجتماعات. هذا دلالة أنه نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. والله يمكننا من هالطريق الذي نمشي به، وهذا طريق يودينا إلى الجنان وإلى الفردوس الأعلى. لأن نواسي الزهراء بيت الأحزان البكاء يترك عندها مرة الحسن أو الحسين، ويجي إذا نزلت الشمس إلى المغيب يأتي بها إلى المنزل. تم بكائها بالمنزل. شنو السبب؟ بعد أن فارقت أباها المصطفى، والانقلاب اللي حصل بعد وفاة النبي الذي أخبرنا به القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. آية قرآنية. أكو واحد ينكرها؟ اللي ينكر القرآن يكفر. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقاب. القرآن يقول انقلبتم، وهم انقلبوا صدق، انقلبوا على رسول الله، انقلبوا على الله. ومن ينقلب على الله وعلى رسوله ينقلب على نفسه. الله سبحانه وتعالى يجزي الشاكرين يعني الثابتين الصابرين. كم واحد صبروا بعد النبي؟ ما يصيرون 8 9 قول 10. فد أبو ذر، فد المقداد، فد سلمان، فد عمار،
هذول قلة يعني بالأنامل، والبقية كلهم عداء لأهل البيت، شهروا سيف العداوة والبغض لأهل البيت، دلالة أنه لما قيدوا علي بن أبي طالب ما مر بأناس إلا وقالوا خذوه واضربوا عنقه لعلي بن أبي طالب. ما يحبوا، ماكو أحد يحبه بالمدينة، اثبت 10 ماكو أكثر من عدهم، هذول اللي يوالون علي، وتحملوا ضيم، تحملوا ضرب، تحملوا عوروهم، أذوهم، كسروا أنف العمار. الزبير كذلك قبل أن ينقلب كان مع أهل البيت، نعم، إلى أن صار عنده ابنه عبد الله خربه وصار راح بعد غير درب الله، راح إلى غير طريق أهل البيت علشان ابنه. نعم. ثم كانوا قد بايعوا، يتسلسل هو السيد يتسلسل لما نخلي بيت الحجة في ضمن قصيدته، يبدأ منين؟ كل غدر وقول إفك وزور هو فرع عن جحد نص الغدير، فتبصر تبصر هداك، تبصر يعني اتأمل، فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. البصير اللي عنده بصيرة، اللي عنده خلوص، اللي عنده عرفان واقعي، ما عنده مغالطة. فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير، إلى أن يقول ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. عمى القلب عجيب أبدا، صاحبه ما يجدد دربه مطلقا، لكن أنت الموالي قلبك مو أعمى، منور بولاية أهل البيت سلام الله عليهم. لا يعمى قلبك لا في الدنيا ولا في الآخرة، على بصيرة وعلى وعي. ليش؟ تابع أهل البيت واضح عندك وطينتك معلومة. ويقول الصادق رحمه الله أنهم خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أن مر بترك المسير، حط رحل السرعة، رحل ساري، قوافل ماشية. بعد حجة الوداع راجع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة من مكة، حتى يذكرون بالطريق مر على قبر أمه النبي صلى الله عليه وآله. هاي رواية لطيفة. فمثل هالأيام، مثل هالأيام لما رجع النبي صلى الله عليه وآله بعد صلح الحديبية مر على قبر أمه، جلس عليها على القبر وبكى بكى بكى، وأبكى المسلمون اللي وياه ظلوا يبكون. بعد أخذوا وطر من البكاء، النبي بكاء للنبي ومع النبي قالوا له لمن هذا المكان؟ قال هذا قبر أمي آمنة بنت وهب. شو ما منعوا الوهابيين، وأمر بتعمير قبرها. النبي أمر بتعمير قبر أمه، لو ما مسلمة يقعد على قبرها، لو كافرة هم يقولون كافرة، هم يقولون مشركة أم النبي. إذا مشركة شلون النبي يقعد على قبرها ويمشي على قبرها؟ الوهابيين يهدمون القبور. النبي رسول الله يخلوه يبني قبر أمه، يعود قبرها ويخلي لها شواهد. هدموا قبور أئمة البقيع، هدموا كل أثر في مكة والمدينة والطائف.
جاءوا يهدمون قبر خديجة أم المؤمنين، يهدموه بالمعاول ويغنون بالقوافي البدوية. طالما كان يعبدك الناس من دون الله نحن نهدم قبرك، فإن كنت صانعة منها شيئا فاصنعي. ويهدمون قبرها ويغنون. نعم. ودخلوا إلى مكة نداءهم شنو؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. شو أهل مكة كفار هم حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ سوهم كفار، يعني أهل مكة كفار. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اسلموا من جديد، أنتم مو مسلمين يعني. ويهدمون يهدمون مسجد الجن الذي نزلت به سورة الجن. يهدمون كل أثر لأهل بيت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، محل مولد نبي الرحمة هدموه. يجون يضربون يهدمون ذاك المكان ويقولون هذا المكان الذي ولدت تلك المرأة ذلك المولود، يعني احتقارا لآمنة بنت وهب ومولودها خاتم الأنبياء محمد. والله هذول يقولوا لهم مسلمين، هذول مسلمين، ذول يهدمون مكان ولد به النبي صلى الله عليه وآله. النصارى يعظمون بيت لحم مولد المسيح، يحجوه في كل سنة يوم واحد أو أيام، وهؤلاء يهدمون مكانا قد ولد به خاتم الأنبياء محمد. ثم يزحفون إلى المدينة ويهدمون قبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم، وهموا بتهديم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. لولا المسلمون في أنحاء العالم كتبوا والله إن مسستم قبر رسول الله لنزحفن إليكم ملايين، لا نبقي وهابيا على وجه الأرض. فتركوا قبر النبي ومسجد النبي لم يهدم خوفا من التهديد. المسلمين مسلمين الهند هددوهم، هذاك اليوم اسمها هنديان، باكستان وبنغلاديش والهند هي كلها هنديان. فمسلم الهند أكثر عددا من جميع المسلمين هددوا وخافوا من تهديد المسلمين الهنود، وإلا كانوا قد عزموا على تهديم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. مساجد هدمت، مساجد لأهل البيت هدمت. مسجد فاطمة الزهراء بالمساجد السبعة مو مغلوق، صار له كم سنة؟ 10 سنين صار له. وهذا المسجد اللي بصفه اللي وراء مسجد اللي يصعد درجات، مسجد علي بن أبي طالب، هم ماكو، سدوه هدموه، كل شيء ماكو بعد. وأئمة البقيع إذا تدنى ليهم تريد تزورهم يقول لك ابعد بس سكر الكتاب، سكر. يا صاحب العصر، متى يا ابن رسول الله ننظر إلى قبور آبائك وأجدادك قد هدمت ويمنع المسلمون من زيارتهم؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هكذا هجموا عليه. هاي مبادئ بني أمية. قلت لك كم مرة أذكر لك، هند أرادت تنبش قبر آمنة بنت وهب وتحرق جسدها، هند أم معاوية. نعم. هذا مبدأهم، مبدأ الأموي هو مبدأ وهابي تماما. هم الوهابيون الذين هجموا على قبر الحسين قبل أكثر من 200 سنة، وقتلوا من زوار الحسين 6000. راجع تاريخ كربلاء، 6000 قتيل، حتى سالت الدماء إلى ضريح أبي عبد الله. وهجموا على النجف الأشرف مرار متعددة، حتى فر أهالي النجف من النجف
وأخذت النفائس أودعت عند الوالي العثماني في بغداد، وأوجب السيد بحر العلوم على طلبة العلم أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن مدينة أمير المؤمنين. يقول: ضاق عليهم الأمر على من كان في النجف، مو أكثر من 600 نفر أهل العلم. اشترى لهم السلاح السيد بحر العلوم وقال لهم دافعوا، حاموا عن بلد أمير المؤمنين. شو يسوون؟ والبدات أهل بريدة 10,000 مقاتل بلاد. وإذا ذيك الليلة التي ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، يدخل أحد العلماء على قبر أمير المؤمنين قلب محترق، يقول له: سموك حامل حمى وتريد لك حماي؟ احنا نحميك، انت تحمينا أبا الحسن. قلب محترق إلى أن طلع الفجر، قريب طلوع الشمس أطلوا أكو درايش للسور، وإذا شافوا الجيش كله منقشع وقتلى وجرحى. منو اللي مقاتلهم؟ اجوا أخبروا السيد بحر العلوم، قالوا له: انكشفوا الوهابيين، راحوا خلاص، هاي قتلى وجرحى. قال: جيبوا لي جرحى وجيبوا لي قتلى. القتيل لو مقصوص بالنص، لو مطبور على راسه وصاير شلئتين. جابوا الجرحى، سألهم السيد، قال لهم: من الذي قاتلكم؟ قالوا: والله ما رأينا الذي قاتلنا، ولكن رأينا وميض السيف. قال السيد بحر العلوم: جيبوا لي قتيل مقدود قد أو مقطوط قط، جيبوا لي ميزان. خلى اللشتين بالميزان وإذا بهما متعادلتين. قال السيد: الله أكبر، إنها ضربات جدي أمير المؤمنين. ثم سأل: من الذي نخى أمير المؤمنين؟ قال له: ذاك العالم أنا اللي دخلت على أمير المؤمنين ليلة البارحة، ضاقت الدنيا علينا، بعد ما نقدر احنا شلون نقدر نحمي بلد أمير المؤمنين؟ قلت له: سيدي، سموك حامل حمى، أنت مو حامل حمى، وتريد لك حماية، احنا نحميك، أنت تحمينا. قال: لقد حمانا أمير المؤمنين. واقع من قلب. لما الإنسان يتحدث والإمام من قلب، خلص يلبي له الإمام سلام الله عليه. أمير المؤمنين حامل حمى بأبي وأمي. الغرض نعود إلى قصيدة السيد. يوم أوحى الجليل يأمر طه أن مر بترك المسير، حط رحل السرى على غير ماء وكلا، بالفلاة وحر الهجير، وبلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير. يشير للآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البيت ينطبق ويا الآية. نعم. وبلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير، فرقى آخذا بكف علي منبرا كان من حدوج وكور. ما كان منبر خشب، لا، من حدوج الإبل، هاي القشاوات يخلوها فوق بعض. نعم. ثم رقى رسول الله فخطب الناس خطبة بليغة، ثم استدعى عليا، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. وأفرد له خيمة، وأمر الناس يدخلون على علي يسلمون عليه بإمرة المؤمنين. وأول من بايعه فلان وفلان، بخن لك يا علي، لقد أصبحت مولانا ومولى كل مسلم ومسلمة، أو كل مؤمن ومؤمنة. وتمت البيعة ب3 أيام، يوم 18 ذي الحجة، 19 ذي الحجة، 20 ذي الحجة.
يلا 120,000 بايعوه الأمير المؤمنين بإمرة المؤمنين، بايعوه. شو يقول السيد؟ بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه، لله ريب الدهور. أسرعوا حين غاب أحمد للغدر، وخافوا عواقب التأخير. قدموا الرجس بالولاية للأمر على أهل آية التطهير، عدلوا عن أبي الهداة الميامين إلى بيعة الأثيم الكفور. ثم يجي يسرد الحادثة، يقول لست تدري لم أحرق، يسأل سؤال يقول لست تدري لم أحرق الباب بالنار. عنده جواب، يقول أرادوا إطفاء ذاك النور، يردون يحرقون نور الهداية، مصدر الهداية ذاك البيت، أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري ما صدر فاطمة من المسمار، ما حال ضلعها المكسور. دخلوا الدار وهي حسرى بمرأ من علي، ذاك الأبي الغيور، واستداروا بغيا على أسد الله، فأضحى يقاد قود الأسير. يا سعد الله قلبك يا أبا الحسن، نظرت إلى ما جرى على الباب، عند الباب يقول لبست الحزن طول الدهر يا الباب يا الباب، ذيل ولا بقالي فكر يا الباب. انشد انشد جوان محسن سقط يا الباب، والله يوم العصر والزهرة الزكية، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع، في طيها سر الإله مصون. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عافينا واعف عنا، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. هذين المجلسين الأخيرين، ليلة البارحة وهذا اليوم، ثوابها تقرأ هذه المجالس بثواب المرحومة الحاجة موزة حسن عبد الرزاق إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات. هذه الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.